متابعي قناة الأخبار 24، أهلا بكم. قرر مدرب المنتخب الإسباني المناداة على إبراهيم دياز من أجل تعزيز صفوف منتخب لاروخا خلال المباراتين الوديتين اللتان ستجمع المنتخب الإسباني ضد كل من كولومبيا والبرازيل خلال شهر مارس المقبل. كما اطمأن على جاهزية اللاعب دياز بعد إصابته الأخيرة مع ريال مدريد. وحسب صحيفة آس الإسبانيا فإن إبراهيم دياز سيختار تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من المغرب. هذا ويسعى اتحاد الكرة الإسبانية إلى الإسراع في استدعاء دياز إلى منتخب إسبانيا لتفادي أي محاولة مغربية لضم هذا الفتى الواعد. وحسب مصادر إعلامية أن المدرب وليد الركراكي التقى إبراهيم دياز الأسبوع الفارط بحضور أصدقاء دياز. وأكد وليد الركراكي أنه يحترم قرار إبراهيم دياز بخصوص أي المنتخبين سيختار تمثيله، المغرب أم إسبانيا. كما اتفقا على لقاء آخر من أجل حسم هذا الموضوع. وحسب تحليلات مغربية عدة فإنه من غير المنطقي أن يختار دياز منتخب المغرب لأسباب كثيرة، أولها تنظيم بطولة إفريقيا صيف 2025. لذلك فإن دياز لا يفضل أن يظل مكتوف الأيادي إلى ذلك الحين، وإنما يجب أن يشارك مع إسبانيا لأنها مقبلة على عدة بطولات أهمها أوروبا وكأس العالم 2026. لكن تبقى كل هذه التحليلات مجرد تكهنات، أما الحسم النهائي في هذا القرار لا زال بين يدي إبراهيم دياز، خاصة أنه يتفادى التصريحات بهذا الخصوص مع الصحافة الإسبانية، وكذا زيارة وكيل أعماله إلى مركز المعمورة والتقائه بوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الجدل القائم بخصوص هل سيمثل دياز المغرب أم إسبانيا. ختاما دعنا نرى رأيك بخصوص هذا الموضوع من خلال التعليقات. إلى اللقاء.